ألا تكذب ألا تسب. اللي يطلع يقفل المايك بعد إذنك. لا تكذب، لا تدلس، لا تسب. أهلا وسهلا بيكم 2 4 6 ضيوف. الأستاذ تامر، أهلا وسهلا. افتح المايك يا صاحبي، الباقي يقفل المايك لغاية ما يجي دورك. نادر يا عم بهجت، نادر. الأستاذ نادر، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت عارف انا جيت لك نيويورك مخصوص عشان بس ادور عليك. إن شاء الله نازلين كام يوم الشارع إن شاء الله. أنا شغال على السيستم أهو. حبيبي والله. عامل ايه يا عم بهجت؟ عامل ايه يا عم بهجت؟ الحمد لله يا فندم، الله يبارك فيك. انا بحبك قوي. الله يبارك فيك يا اخويا. ممكن تمثلي على احمد مجدي لا فاضل؟ مفيش ميسا في بدايه البث. الميسا كمان ساعه ونص بالظبط من بدايه البث. خلاص ساعه ونص وقبلني تاني، بس هنفضل نتكلم شويه ان شاء الله حبيبي، ان شاء الله. انت راجل خوا. ماشي. انت قول لامك تنتفع اول ما جالها يا قسام. المره اللي فاتت كانت مشعره وحلقها بالبتاع. لا 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 لا، بالإزازة. ده مش انا، انت حبيبي. لا انت حبيبي حبيبي، ما بتكلمش عليك. انت حبيبي، انا بحبك. بتكلم على الخول اللي بيقول مش عارف ايه. الواد اللي معايا ده اصلا اللي بتنكى يا عم، سيبك منه، انا لا بحبك. لا ولا يهمك. انت حبيبي. انت نكتو ولا لسه؟ هنيكوا دلوقتي ثانيه واحده. طيب يلا، ربنا يوفقك. ثانيه. اللي بعد الاستاذ، اتفضل يا استاذ. طيب. احمد. استاذ احمد، اتفضل يا احمد. استاذ احمد. مساء الورد عم بهجت. اهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا هلا. ايه الاخبار؟ اللهم لك الحمد يا فندم، اتفضل. ايه رايك في السيسي عم بهجت؟ ابن مرة متناكر، عندك حاجه خلافها قول لنا. طب نعمل ايه في غلاء الاسعار ده عم بهجت؟ والله العظيم الدنيا زي ما انت عارف يعني. نيك السيسي من ساعه ما جه وهو خارب بيوتكم ومطلع ميتين ابوكم، اللي بيتكلم كلمه منكم بينيكوا وبيغتصب وبيطلع مين ام. لا مستقبل فيه، ولا اكل وشرب فيه، ولا حتى دراسه فيه، ولا علاج فيه، ولا كرامه فيه، ولا امن وامان فيه. مستنيين ايه؟ تموتوا من الجوع؟ انتوا احرار. عشان كده احنا النهارده طالعين نتكلم على تحرير مصر. يعني ايه تحرير مصر؟ طب انت شايف في حل في ايدينا عم بهجت يعني؟ طبعا في حلول، مش حل، في حلول. انتوا لستوا اول شعب في العالم يتم استعباده ويتم ظلمه وقهره. تاريخ مليان بالامثله، حتى المصريين صاروا اكثر من ثوره في تاريخهم. تاريخ المصريين مليء بالثورات. هيا بنا نثور، ننكح في نصور عبد الفتاح السيسي ونثور. اهلا، تحيه ليك عم بهجت. تكرم يا غالي، تحياتنا ليك. ممكن تمثل 3 اصحابي؟ لا لسه شويه، لسه شويه. 3 بس؟ ساعة ونص ونبدأ نمسي إن شاء الله. أستاذ تيك توك شنودة. أهلا، مسا عليك. مسا عليك يا سيد الناس. تيك توك شنودة، أهلا وسهلا. الأستاذ شنودة. الأستاذ شنودة. طيب أستاذ شنودة، المايك بتاعك مقفول يا شنودة. اقفل المايك يا أحمد. أيوه شنودة اقفل. طيب أستاذ شنودة المايك بتاعه مقفول، يبقى عنده مشكلة أو مش عاوز يتكلم. الأستاذ محمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أخبارك أستاذ بهجت؟ اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. عنوان الحلقة النهاردة تحرير مصر بين الحاضر والمستقبل. هل تتخيل؟ الله يفتح عليك يا عم الشيخ بهجت. الله يبارك فيك. هل مصر محتلة أم لا؟ هي محتلة سينا هيكنا هنا، بس خلي بالك في حاجة. اتفضل. السيسي لو مسكك هينيكك. يا ريت، بس هيعرف. اسمع مني. لا أنا بسألك سؤال، هل السيسي هيعرف ينيك بهجت صابر؟ السيسي هيعرف ينيك بهجت صابر؟ هينيكك. ماشي هيعرف. والله هينيكك يا بهجت. أنا بسألك اسمع سؤال. مني. أنت تعرف إن السيسي أيوه هيعرف يا زميلي. عندي شهود والله طلعوا على البث شافوه بيتناك وهو في أولى ابتدائي، والله العظيم.
وبسات كتيره كانت موجوده، الناس اكتر من شاهد خرجوا علينا. بتناكل في أولى ابتدائي؟ والله العظيم كان في سنه اولى ابتدائي بيخلص المدرسه في مصنع اسمه مصنع الفيل للكراسي جنبين المدرسه، وجنب المدرسه بين طريق في طريق المدرسه من المدرسه لبيت جده. كان عايش ابوه، كان متجوز وقاعد عند ابوه، فكانوا بياخدوه ورا المصنع ده. كان في بيت مهدود او ورشه مهدوده، كانوا خرابه بينكوه. يعني. كانوا العيال بياخدوه في سنه ثالثه ورابعه وخمسه وسته كده، كانوا بياخدوه ينيكوه هناك. انا سالت الاخ احد الشهود يعني، طب انت شفته ازاي وعرفت منين؟ قال اصل هو كان شرطه مدرسيه وكان في سنه خمسه، والسيسي كان في سنه اولى ابتدائي. مره في مره اكتر من مره شهد معانا وخرج على الهواء. قلت له انت نيكته؟ تنح كده وقعد فتره ما ردش. واحد قال لا 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 ما ناكل. فاكر انت السيسي في مره قال لما اكبر هبقى اضربكم؟ هو كان قصده بس طبعا ما قدرش يقولها لما اكبر هبقى نيكو. انا ما قلتش، ما جبتش من عندي. عمرك سمعت طب عن انت واحد بيقول حضرتك مش عايز تنزل مصر يا استاذ بهجت وكده ولا ايه انا الدنيا؟ نازل؟ انا نازل. مين قال لك ان انا مش؟ ده انا نازل ونازل ونازل، مساله وقت بس. ان شاء الله نازلين، ما تقلقش. نازلين عشان مش لا نيجي لو السيسي نزلت يا بس. بهجت هينيكك، انا اسمع منك. ماشي، ما انا بسالك سؤال، هو بيعرف ينيك؟ اه يا زميلي. انا ما اعرفش، بس انت ما جربته انت هتقول ولا ايه؟ لي انا ما جربتش اهو. ما انا بسالك، مش انت بتقولي لو نزل لو نزلت هينيكك؟ انا بسالك السيسي بيعرف ينيك؟ يعني انت شفت هناك حد قبل كده؟ اكيد هو راجل يا بهجت فهينيك عادي يعني. ايش عرفك ان هو راجل؟ اديني اماره. باماره ما بيقعد ويضم بايده كده على بطانه. وفي راجل لا مؤاخذه بيقعد ويلم رجليه زي النسوان؟ اللي بيلم رجليه دول النسوان اللي ما عندهاش حاجه، ما عندهاش بيض، ما عندهاش زبر، لا مؤاخذه بيمنعها تلم رجليها. طب لكن انت عندك مثيلي بيض على انت احمد. اسمع بس م- يالا قبل ما امثيلك. انت طب وانت مثيلي قاعد يا على احمد حبيبي، وعبد الجليل وانت برضه. قاعد بتقعد فاتح رجلك ولا ضامم رجلك؟ لا فاتح رجل عادي يعني. ماما وهي قاعده بتقعد ضامه رجليها ولا فاتحه رجليها؟ يا ابن المتاكه، لا اقف انا مكانك غلطت عشان يا ابني هنسى. دين الكلب يا خول انا يلعن بقى انا دين بهجت امك. يا صابر ابن لايت، خلي المتنكه لو بالك. كانت من الكافرين يا ابن المره يا ابن المتنكه. هو المتاكه. يكس امك يا ابن الشرموطه. هو انا شرموط سالتك يا سؤال؟ علم. هي امك يا راجل بتقعد يا فاتحه خول. رجليها يا خول؟ راجل يا مولوده شرموط يا بزبر ابن يا كس امك المتاكه. يا ابن المتنكه؟ هي امك مولوده بزبر يا كس امك يا ابن الشرموطه يا خول؟ عيل ابن مره متناكه صحيح. سيسي هيفشخني انا. طب ايه رايك؟ قول لا اله الا الله يا ابني. هتقول ايه؟ ما انت كافر ابن دين كلب لو كانوا من الكافرين. السيسي لو علم ان في مكان مش ممكن يروح الا بحراسات قد كده هو يا ابن المتناك، لان عارف لو طلته هقطع رقبته. انا سالتك يا كس امك انت بتقعد فاتح رجلك؟ قلت اه انت فاتح رجليك. يا امك بتقعد فاتحه رجليها يا متناك؟ ايه بتوري كسها للناس؟ انما اللي بيقعد ضامم رجله كده ده تعرف انه ما عندوش حاجه تمنعه يضم رجله يا كس امك زي امك كده يا ابن المتناك. انا ما غلطتش فيها. امك لا عندها لا زبر ولا بضان، فبتلم رجلها. عشان كده تلاقي البنات بتقعد ضم رجليها. زي طبعا لو هدومها قصيره، لو الراجل لابس هدوم قصيره عشان زبره ما يبانش ولا بضانه ما تبانش. انت متخيل يا كس امك ان هو هيقدر يضم رجليه؟ اهو ما انا قاعد اهو، مفيش الا اذا ما كانش عندك بضان بقى ولا زبر يا كس امك عادي. ماذا لو زبرك قام بقى ولا حاجه؟ يعني انت مثلا هيجتني دلوقتي يا ابن المنتجه من صوتك الناعم وبتاعي قام، طب انا هضم ازاي؟ هتضم على بضاتك تفقعهم؟ اهو ده السيسي يا كس امك، اتفرج على كده هتلاقيه ضامن. هل بقى عنده ومفرغين؟ هل زي الطواشي كده؟ كان زمان العبيد بيجيبوا العبيد وينقوا عيل كده وهو لسه صبي، جسمه قوي وعنده عضلات وطول وشكله سمح وكده، ويروحوا جايين ضاربين بضانه يخنسوه، يبقى لا ينفع مره ولا راجل. وكانوا يجيبوا شويه ويطلقوهم في القصور عشان يخدموا الاميرات فليه الملك والامير وكده عاوز حد قوي معاه في القصر ويأمن عليه من ما ينكش عياله ولا ينيك مراته. فيجيبوا شويه المخنسين دولت. بس المخنسين
الناسين دول بيشوفوا في سكس فبيتحولوا بقى يتناكوا. تلاقوا الأمراء والعمال في القصر والملك يبدأ ينيك فيهم برضه، فبيتحولوا لمخانيس يعني. هكذا هو السيسي، لا حد كشف عليه وقال لك ده عنده بيضة ولا بطين ولا زبر ولا حد، لكن قعدته بتقول ان ما عندوش حاجة. زائد الشهود اللي طلعوا ممكن يكون عنده بس حتة جلدة مترهلة، بضاية صغنططة كده عادي يعني، قد بيض امك اللي بتعملها كل شهر دي يعني، حاجه كده ملهاش لازمه. عارف البيضه اللي بينيكها الحيوان المنوي يروح مخترقها كده، هي نفس القصه. سلم على امك وقول لها عمو بهجت جاي في الارض المزروعه، هينيك كس امك ياما باحلاها زعزوعه. هاتونا بقى من الكلب هاوس ما بين تحرير مصر وما بين تحرير مصر بين الحاضر والمستقبل. يلا يا شباب، قلنا هنبدأ. انا خدت قبل ما نوصل 3000 وهاخدكم بردك من على التيك توك، مش هننكر عليكم ذلك. مش عيل ابن مرة متناكة بيتناك من نعومة أظافيره هيطلع يبوظ لنا. هنطلع وهنعمل وهنسوي، بس كله اكسبلور، كله اكسبلور. واحلى مسا 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 على الناس اللي داعمين البث باكسبلور ووردة وفلة وشمعة وكسوم سيسي. كسوم سيسي يا انتصار، كسك كده مولع نور. يلا يا اولاد المتناكة، طالما نيكة بنيكة يبقى كسومك على كسوم سيسي يا انتصار، على كسوم الجيش، على الشرطة، على القضاء، على كل حيوان ابن كلب حمار. أستاذ بهجت، ايوه يا ابني. يا أستاذ بهجت، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام معلش ولا يا بهجت، السلام عليكم؟ معلش يا بهجت. نعم. طيب شباب، نعمل شير بس لو سمحتوا لغرفة يلا يا شباب، كلاب هاوس. يلا يا شباب، مش عارفين نكسر حاجز ال 2700 على التيك توك، طلعنا لهم ونزلنا اهو 2500 2400 2500، عمال رايح جاي، رايح عمال يتمرقع. يلا يا شباب، هتشدوا هتعدوا ال 3000 وهتشدوا هتعدوا خلهم الخمسه. يكبسون، خلهم يكبسون كبسون عشان يطلع كبسون البث. كبسون، راجل بيقول كبسون. المايك اه لو سمحت، كبس كبس حيفتح كبس. المايك بص، حينزل. كل مره تكبس على الشاشه تخيل ان انت بتبعبص السيسي. بس اوعى قعدت تكون لجنه ابن مره متنكه بتتخيل انك بتبعبص بقى صابر ان انا طيزي سد مش مخرومه يعني. طيب سيد نتان اتفضل. يلا يا شباب، تحرير مصر بين سيد الحاضر نتان والمستقبل. تفضل يا سيد نتانا. سيد نتانا 1 2. يا دي يا علي باجت. صوتك. ازيك يا كسومك؟ الو، ازيك يا كسومك؟ عامل ايه؟ عامل ايه يا باجت؟ تمام يا حبيبي. هو انت ليه سبت مصر وعملت كده؟ انا سايب مصر من التسعينات يا حبيبي، وما سبتهاش. ده انا كنت خارج شهرين ثلاثه وراجع، وبعد كده كل يوم راجع، بكره السنه الجايه، لغايه ما حصل اللي حصل بقى. دارين تفضل يا دارين. راح فين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أول شي حبيت أسلم عليك أول شي يا بهجت. شكرا يا ست الناس. ثانيا كلثوم السيسي، واللي يكبس زي كأنه بكبس بطيز السيسي يميك. كلثوم السيسي، كلثوم انتصار. كسوم السيسي، كسوم انتصار، احلى تحيه. طارق تفضل يا طارق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا هلا يا هلا يا هلا. لمصر أم لربوع الشام تنتسب، هنا العلا وهناك المجد والحسب، ركنان للشرق لا زالت ربوعهما، قلب الهلال عليها خافق يجب، خضران للضاد لم تهتك ستورهما، ولا تحول عن مغانمها الأدب، أم اللغات غداة الفخر أمهما، وإن سألت عن الآباء فالعرب، أيرغبان عن الحسنى وبينهما في رائعات المعالي ذلك النسب،
ولا يمتان بالقربى وبينهما تلك القرابة لم يقطع لها سبب. إن ألمت بوادي النيل نازلة باتت لها راسيات تضطرب. إن دعا في ثرى الأهرام ذو ألم أجابه في ذرى لبنان منتحب. لو أخلص النيل والأردن ودهما تصافحت في منهما المايك يا استاذ الأمواج العرب. والعشب. بالواديين تمشي الفخر مشيته يحفو ناحيته الجود والدأب. فاسأل هذا سخاء دونه ديم واسأل هذا مضاء دونه القضب. وفي الشرق والغرب أنفاس مسعرة تهفو إليك وأكباد بها لهب. لكل اللي عم بيطلع ويقول لو أنت راجل انزل مصر، ولا جماعة بشار الأسد اللي بيطلعوا بيقولوا لنا لو أنت راجل انزل سوريا، كس بشار على السيسي. يعني نحن رجالة، لو هم رجالة ما يطلعوا لنا برا. يطلعوا ينزلوا لا ما يطلعوا لناش برا، ينزلوا الشارع بدون حماية، بس ينزلوا الشارع بدون حماية. السلام عليكم. تمام. والشعب كله اقفل المايك يا استاذ، اقفل المايك يا استاذ، يا اساتذه. السلام عليكم. وعليكم السلام. اقفل المايك يا استاذ لما يجي دورك. السلام عليكم. ماشي. طلعوها يا جدعان، طلعوه. اتفضل يا استاذ كمل كلامك. لو احمد طلعت مع بقى صابر. ما يطلعوش برا. مين ده؟ اقفل المايك يا ولد. اتفضل اتفضل يا استاذ كمل كلامك. يا جدعان الناس اللي على التيك توك، انا بس مش عاوز اجهلكم. هو كده كده البث بيقع من ساعه انتوا ما طلعتوا ما شاء الله، وشكوا حلو من 2600 ل 1800 ما شاء الله، وشكوا حلو يعني الدفعه اللي طالعه دي. فلو سمحتوا اللي يطلع يقفل المايك وهننده عليك، هتفتح المايك تقول مداخلتك وتتفضل تنزل معزز مكرم. اكسبلور يا شباب. اتفضل يا بيه، اتفضل حبيبي الله يسعدك. اول شيء تحيه كثير كبيره لك يا بهجت. انا الله من يبارك زمان فيك. بتابعك، وكنت هلا شوف يعني صار لي كم يوم عم حاول اطلع معك جست على التيك توك، يعني فاتح البرنامجين عم بسمع صوتك مرتين، وهذا شيء حلو يعني بالنسبه لنا. الله يبارك فيك. الله يبارك. ومثل ما قلت لكم يعني كل الشبيحه او فلول النظام اللي هن نفسهم تبعات مبارك والسيسي اللي بيقول لنا انتم رجاله انزلوا، لا خلي رئيسك الراجل يسيب الحمايه بتاعته وينزل الشارع، والشعب المصري والشعب السوري حيلكوهم فردا فردا. يعني الاعدام حيكون في جوره يخروا عليهم يعبوهم خرا كده، الاعدام حيكون. وانا كثير بتشرف بمصر واهل مصر، حبايبنا انتم. ان شاء الله فتره قصيره كل هذا رح يروح، كل هذا رح يروح. ومن يوم الوطن العربي من ايام صلاح الدين وقبل صلاح الدين، لما تصلح الشام ومصر رح يصلح العالم الاسلامي كله. وشكرا لك، تشرفت كثير فيكم. شكرا يا غالي، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. طيب الاستاذ ابراهيم من على التيك توك، استاذ ابراهيم من على التيك توك، اتفضل يا فندم. مرحبا. مرحب بيك يا سيدي الناس، اهلا وسهلا. حبيبي يا عم بهجت، اخبارك شكرا يا انت؟ غالي. تمام يا فندم. هل مصر محتله استاذ ابراهيم؟ نعم ام لا، ولماذا؟ والله محتله ومش محتله. يعني ايه محتله؟ طيب محتله مش عارف، اما مش محتله يعني كمان مش عارف. مش عارف. اهلا وسهلا. انت حبيب. ساكن فين يا استاذ ابراهيم؟ انا عايش في اوروبا يا عم بهجت. من وين يا استاذ ابراهيم؟ انا مصري. من وين يعني؟ من وين في مصر؟ من القاهره كعبيش. القاهره كعبيش، ما شاء الله. ومش عارف اذا كانت مصر محتله ولا لا؟ للاسف لا، انا عايش في اوروبا طول عمري يا عم بهجت. طيب يعني خلينا نقول الجيش اللي موجود في مصر ده، هل نعتبره جيش احتلال ولا جيش وطني؟ لا، هو الجيش جيش غلبان، لكن الكبار الله اعلم. تمام مش تمام. هو الكبار يعني، هو مين اللي بيدي الاوامر للجيش؟ الكبار طبعا. طيب واضحه اهي. يبقى جيش محتل ولا مش محتل؟ مش محتل طبعا. انت عايز ايه؟ لا 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 لا، انت اللي عاوز ايه؟ انت اللي شايف ايه؟ سيبك انت، انا عاوز ايه؟ والله انا بفتح اللايف بتاعك بحب احضر لك واسمع لك. انا حبيت اسمع صوتك. تمام يا استاذ بس كده. تكرم يا غالي، تكرم يا غالي. الله يبارك فيك. حبيبي يا عم بعيد، سلام. تحياتنا ليك. عليكم السلام.
الاستاذ مراد. البث وقع مرحبا مره واحده بهجان. على التيك توك ليه مش عارف انا، في حاجه غريبه، يا ريت الناس تقول لي لو حد شاف حاجه غريبه في البث يقول لي. اتفضل يا استاذ مراد. مرحبا بك. ازيك يا بهجان؟ الحمد لله. معك مصر مراد محتله؟ من لبنان. يا مرحبا. ولا مش محتله؟ لا ليست محتلة. على أي أساس لما محتلة مصر؟ يعني لماذا تنظر لها كأنها ليست محتلة؟ يعني مثلا هل رأيت العساكر وهم بيبيعوا الجزر المصرية والأراضي المصرية يتنازلوا عنها؟ هل رأيت العساكر وهم بيتنازلوا عن مية النيل؟ هل رأيت العساكر وهم بيدوا حقول الغاز بتاعتنا في البحر الأبيض المتوسط لإسرائيل؟ هل رأيت العساكر وهم بيهدوا المساجد وبيوت المصريين؟ هل رأيت العساكر وهم بيقتلوا مئات الآلاف من المصريين؟ هل رأيت العساكر وهم بيعذبوا وبيغتصبوا أي حد بيقول كلمة أو بيعمل لايك ولا بوست على الفيسبوك؟ أوليس هذا من